انا ليه اصلا يبقى عندي سي في؟ وايه هو السي في اساسا؟ وبيتعمل ازاي؟ وهل انا سهل اعمله في البيت ولا لازم حد محترف يعمله لي؟ دي كلها اسئله بتدور معانا واحنا في مرحله التقديم. كمان من ضمن الاسئله اللي بتدور معاك في مرحله التقديم، هو انا محتاج ايه علشان ابقى بقدم صح؟ ايه الخطوات او ايه الحاجات اللي لازم تبقى معايا علشان ابقى قافل السايكل بتاعه التقديم على وظائف؟ حرام يبقى عندي عدد سنين معين من الخبرة في مجال معين، ولكن أنا مش بتقبل في الوظائف لأنه السي في بتاعي أساسا مش بيوصل للشركات. ما هو حرام. عامل زي المثل اللي بيقول إن إحنا بنبوظ الطبخة علشان ب10 صاغ ملح. طب على إيه؟ طب ما أنا أعمله صح من الأول. طيب أنا محتاج إيه علشان أقفل السايكل بتاعة التقديم؟ How to apply for a job. ازاي تقدم على وظيفة؟ محتاج ايه يبقى موجود معك؟ واحد، محتاج يبقى عندك سي في او سيرة ذاتية. اتنين، يبقى عندك cover letter او خطاب تقديم. تلاتة، محتاج يبقى عندك ميل بودي. أربعة، النهاردة العصر الحالي فرض علينا انه موجود منصات احترافية زي لينكدين. اي حد، انا كاتش ار، اول ما بشوف السي في والاقي انه في بوادر معينه بجري اروح على لينكدين بروفايل بتاع الشخص عشان اشوف الشخص ده التواجد بتاعه على السوشيال ميديا عامل ايه، متواجد على المجال، بيتكلم في المجال ولا لا، التفاعل بتاعه شكله ايه، طريقته شكلها ايه. كمان محتاج اشوف البروفايل بتاعه على لينكدين متظبط ازاي. فتاني، انا محتاج ايه؟ محتاج سي في، محتاج كفر ليتر، محتاج ميل بودي، محتاج لينكدين بروفايل. طيب الحاجات دي كلها ليه؟ ليه انا مطلوب مني الحاجات الكتيره دي؟ وهل كل الشركات بتطلب الكلام ده؟ طب ما في شركات بتعين الناس من غير سي فيز. كميه اسئله لا حصر لها. بس خليني اقول لك على حاجه. انا من اتباع المدرسه بتاعت ان احنا نعمل كل اللي علينا عشان ربنا يقبل ويكمل. فانا مطلوب مني سي في، فبعرف اهميته وبعمله باحسن طريقه تتوافق مع التقديمات او تتوافق مع العصر اللي انا موجود فيه. وخد بالك، انا ممكن النهارده يبقى مطلوب مني سي في بكتره، ولكن انا بستقي معلوماتي من حد كان بيشتغل من 10 سنين او من 15 سنه، فعصري النهارده غير العصر بتاعه. لذلك اهم حاجه تبقى عارفها ان انت لازم تبقى اب تو ديت دايما مع اللي حاصل. لازم تتعلم، لازم تتابع ايه اللي بيحصل في العالم اللي انت موجود فيه. وبما انك بتتكلم في عالم احترافي، عالم موجود فيه لينكدين، فانت لازم تبقى متواجد على لينكدين وبتسمع وبتتابع وبتشوف وبتاخد كورسات. دي حاجه على جنب نبقى نتكلم فيها. طيب ليه سي في؟ لانه هو ده التولة المبدئية أو الأداة المبدئية اللي حضرتك بتستخدمها علشان تعرف الشركات عليك. أنا النهاردة في مصر بتكلم في مجتمع قوامه من 100 مليون ل 110، يقل شوية أو يزيد شوية. نسبة المتعلمين فيه بالطبع هتبقى كبيرة، فبالتالي التنافسية النهاردة شديدة جدا. فهل انت لوحدك اللي بتبعت سي في للشركات؟ لا طبعا، في كتير قوي جنب حضرتك وخريجين معاك من نفس الدفعة بيبعتوا السي في بتاعهم للشركات. فأصبحت الشركات محتاجة تعرف عنك بشكل مبدئي قبل ما تشوفك. فرصة ليك وفرصة ليها. يعني ايه؟ يعني الشركة محتاجة تتعرف عليك قبل ما تشوفك، وانت كمان محتاج تبقى ضامن ان الشركة عارفة انت مين وجاي منين وبتعمل ايه، علشان ما يكلموكش في التليفون فحضرتك تروح مشوار وفي الاخر تتفاجئ ان انت مش بتماتش مع الوظيفة. اذا فالسي في هو التول المبدئية، هو الاداة المبدئية اللي بتستخدمها الشركات علشان تتعرف عليك. اذا السي في مادام الشركه هتتعرف عليك بيه، فلازم حضرتك وانت بتعمله لازم تبقى حقيقي، لازم تبقى دقيق علشان تعرف الشركه عليك بشكل صحيح وحقيقي. طيب ادي السي في. جنب السي في يبقى فيه كفر ليتر. كفر ليتر وكانك بتبعت للشركه كفر، تديهم خبر او تديهم بريف